انتم اخوتي كيما شرحت لكم في الفيديو اللي قبل مزايا هاد الرقعة، رقعة الفم اللي كتخلينا نعسو مزيان ونحسو مع الصباح بواحد رشاقة، واحد النشوة، ماشي بحال اللي موالفين كنعسو كنحلو فمنا وقلبنا كيخدم الليل كله ما كيستراحش، وكنوضو مع الصباح عيانين بحال اللي معرفتش درنا، لان القلب ما كيستراحش، كيبقى خدام الليل كله. الواحد ما كيشخر كيبقى القلب ديالو كيخدم 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 ما كيستراحش. المهم هاد الباتش، هاد رقعة الفم والله تستعملوها إلا خرافية، وغادي تخليكم تعيشوا واحد العيشة زوينة، نعسو مزيان، واحد النوم عميق ومريح حتى الصباح والله العظيم. وكما قلت لكم نكمل لكم الشرح ديال هاد الرقعة بوضوح تام. كما قلت لكم اخوتي هاد الرقعة كنقول لكم المهم تعليمات الاستخدام. كما قلت لكم كتنظفوا البشرة حول الشفاه، وكتحيدوا الحماية اللاصقة، وكتوضعوه على الفم ياك، كتوضعوه مزيان بعد ما اللي تحكوا سنانكم وتبغيو تنعسوا. وفي الصباح كتقلعوها صافي، ما بغاتش لصقات لكم كتاخذوا شي الماء كديروها عليها وكتقلع بسهولة. ونقول لكم عاوتاني والاحتياطات نقولها لكم تا همايا. هاد الرقعة الناس اللي فيهم الضيقة ما يستعملوهاش، الضيقة كرونيك، الضيقة الحادة، والناس اللي نيفهم ديما كيسيل، ديما فيهم حساسية ولا لا سينيزيت، ماش كيقولوا بالعربية. مهم هادوك ما يستعملوش، والناس اللي كيتخلعوا من الاختناق، والناس اللي كيخافوا من الاماكن المظلمة، هادو ما يستعملوش ياك. وكننصح الناس الا بغاو يستعملوا هذا المنتوج من الضروري البدء بالاختبار اثناء قيلولة قصيرة، واحد يستعملو ياك من جانب الاحتياط ويشوف راسو واش والمو ولا ما والموش. ايوا المهم هذا المنتوج كنقول لكم واعر واعر واعر. ومع اللي ان شاء الله غادي تتبعوا معايا الاستعمال، كيفاش الاستعمال، كيفيه الاستعمال، كيفاش من الاول غنحك سناني وغادي نوريه لكم كيفاش استعملوه. واعر واعر واعر. المهم انا في الخدمه، انا راني الاشاره. والسلام عليكم.